السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوقاش تنسحب من العلاقات وكيفاش تنسحب بدون ما تخسر نفسك؟ كاين فرق كبير بين انك تكون صبور وبين انك تبقى كتحارب في معركة بوحدك. العلاقات ما خاصهاش تكون ساحة حرب، خاصها تكون راحة، امان ومشاركة. كتير منا كيبقى متشبت بعلاقة غير حيت تعود، او حيت خايف يبقى بوحدو، او حيت كيقول يمكن يتبدل. ولكن السؤال الحقيقي هو: واش هاد العلاقة كتزيدني للقدام ولا كتردني للور؟ فوقاش خاصك تنسحب ملي الاحترام كيولي مفقود، ملي كيبقى غير واحد اللي كيضحي والتاني غير كياخد، ملي كتحس براسك كتطفى شوية بشوية باش ترضي الطرف الآخر، ملي الآلام كيولي أكثر من الفرح، ملي كتولي كتشك في قيمتك وكتحس براسك ناقص بسبب كلام أو تصرفات الطرف الآخر. الحب ما كيكونش بالإهانة، والعشرة ما كتكونش بالقهر، والعلاقة اللي خاصها تصبرك على الوجع طول الوقت راه ماشي علاقة صحية. احيانا الانسحاب ماشي ضعف، الانسحاب كيكون قمة القوة، حيت كتقرر تحمي قلبك قبل ما يتحطم وكرامتك قبل ما تهان. كيفاش تنسحب بطريقة صحيحة؟ كون واضح مع راسك قبل ما تكون واضح مع الآخر. اعترف أن العلاقة ما بقاتش مناسبة لك. تاني حاجة، ما تدخلش في صراع طويل، عبر بهدوء بلا اتهامات وبلا تجريح. ثالث نقطة، سد الباب بالاحترام. ما ترجعش كل مرة بدعوى الحنين، حيت كل رجوع بلا تغيير كيعاود نفس الآلام. رابع نقطة، ما تبررش بزاف. القرار اللي بنيتيه على راحتك النفسية ما خصوش محكمة. وخامس نقطة، اهتم براسك بعد الانسحاب. راه الفراغ كيألم، ولكن الألم المؤقت أحسن من المعاناة دائمة. تذكر باللي اللي بغى يبقى غادي يلقى طريقة، واللي باغي يمشي حتى 1000 سبب ما غاديش يحبسه. والخلاصة، ماشي كل علاقة خاصها تكمل. كاين علاقات كتجي تعلمك درس وتمشي، كاين ناس كتدخل حياتك غير باش تعرفك قيمتك. انسحب ملي تحس ان وجودك ما بقاش مقدر. انسحب ملي تبدا كتخسر نفسك باش تبقى. وانسحب وانت مرفوع الراس، حيت احيانا اعظم حب هو الحب اللي كتمنحه لراسك. دائما اختار راحة بالك على اي علاقة، حيت السلام الداخلي ما عنده حتى تعويض.